السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. بعد انتهاء مباراة المنتخب اليمني أمام المنتخب الفيتنامي كان في بعض القرارات المهمة جدا من الكابتن محمد حسن البعداني قبل السفر إلى تايلاند وبعد انتهاء مواجهة فيتنام. هقول لك إيه اللي حصل بتفاصيل مهمة جدا. عايز أقول لك كمان تعليمات صارمة تم فرضها على كل اللاعبين من أجل التركيز التام قبل انطلاق بطولة كأس آسيا للناشئين. هنوضح تفاصيل مهمة جدا داخل الفيديو، ولكن قبل ما نبدا كلامنا باي تفاصيل عايزين نبدا كلامنا زي ما احنا متعودين دايما، نبدا كلامنا بالصلاه على افضل خلق الله. اللهم صل وزد وبارك على افضل خلق الله سيدنا محمد وال سيدنا محمد في العالمين انك حميد مجيد. ولو اول مره تابعني تنزل بقى تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات وتضغط على زر اللايك عشان يوصلك كل جديد مني باذن الله. يلا بقى نبدا، يلا بينا. بعد انتهاء مواجهة فيتنام واللي أسفرت عن فوز المنتخب اليمني بثنائية نظيفة أحرزهم كل من عادل عباس قاسم في الدقيقة 39 من الشوط الأول من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، والهدف الثاني لزيد الجراشي اللي نزل بديل في الشوط الثاني على حساب اللاعب عبد الرحمن الخضر، وسجل هدف ثاني في الدقيقة 84 قبل نهاية المباراة عن طريق أيضا تسديدة من خارج ال 18. خدت بالك من حاجة؟ أيوه، سلاح التسديد كان من أبرز الأسلحة اللي استخدمها الكابتن محمد حسن البعداني من أجل الاستعداد المثالي لمواجهة ماليزيا، لاوس وكمان تايلاند، المجموعة اللي هيكون فيها المنتخب اليمني من بطولة كأس آسيا للناشئين. الكابتن محمد حسن البعداني بعد انتهاء المباراة بشكل رسمي ونهائي واطمأن على الحالة الفنية والبدنية وكمان التكتيكية لكل اللاعبين، هنأ جميع اللاعبين وبيمنع اللاعبين من الفرحة المفرطة. بيقول لهم احنا النهاردة كسبنا فيتنام في مواجهة ودية، ولكن هدفنا من هذه المباراة هو الاستعداد لما هو قادم. عندنا مواجهات هتبدأ من يوم الخميس القادم أمام ماليزيا، ثم بعد كده هيكون الأحد أمام منتخب لاوس، بعد كده الأربعاء هيكون أمام منتخب تايلاند. فلابد من عدم الفرحة والتركيز التام ومنع جميع اللاعبين من أي تصريحات إعلامية أو إن هم حتى يكون معاهم أي وسيلة اتصال بالإعلام أو عبر المواقع الأخرى، عشان يكون كل لاعب مركز تركيز كامل متكامل أجل الفوز في الثلاث مواجهات وتصدر المجموعة الأولى والتأهل كمتصدرين، علشان بعد كده نلعب مع تاني المجموعة الثانية. مش بس وكده، بعد ما ادى اللعيبة هذه التعليمات واللي هتكون تعليمات صارمة لابد من تنفيذها، واللي هيخالف التعليمات هيكون بره التيم خالص، هيكون خارج صفوف المنتخب اليمني الناشئين. الموضوع ما فيهوش هزار، الموضوع دخلنا خلاص في مرحله الجد. الكابتن محمد حسن البعداني ما بقاش يقلق زي الاول ان يكون عنده غياب من اللعيبه الاساسيه. حاليا يمتلك دكه بدلاء قويه جدا، لكل مركز يوجد 2 لعيبه جاهزين وعلى اعلى مستوى، وده اللي كان بيطلبه بشكل رسمي ودايما الجمهور اليمني اللي كان دائما يبحث عن دكه بدلاء قويه جدا. يقدر اللاعب البديل يقدر ان هو يغير مجرى اي مباراه، وكمان استخدام الكور الثابته، استخدام كمان سلاح التسديد كان ابرز مهام الكابتن محمد حسن البعداني. طيب الكابتن محمد حسن البعداني ايه كمان اهم قراراته؟ طلب من الكادر التدريبي، الناس اللي موجوده معاه، طبعا الكابتن هشام الاصباحي ومعاونيه، بايه؟ بتحليل مباراه السعوديه وماليزيا. كان في مباراه بالامس جمعت ما بين المنتخب السعودي للناشئين ومنتخب ماليزيا للناشئين، واسفرت عن فوز كبير جدا للاخضر السعودي على ماليزيا ب4 أهداف مقابل هدف وحيد. طيب اشمعنى هذه المباراه؟ لان دي المباراه الاخيره والبروفه الاخيره لمنتخب ماليزيا قبل مواجهه المنتخب اليمني يوم الخميس القادم. احنا هنسافر يوم 12 ان شاء الله، سوف نسافر الى تايلاند عشان نستعد لمواجهه ماليزيا يوم الخميس يوم 15/6. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيتم تحليل هذه المباراة من أجل معرفة نقاط القوة لدى المنتخب الماليزي، نقاط الضعف لدى المنتخب الماليزي، عشان نقدر نقول للكابتن محمد حسن البعداني ونقول لكل اللاعبين من أين
تأكل الكتف. عشان كده المباراة دي هيتم تحليلها علشان تقدر تسهل الأمور على المنتخب اليمني للناشئين، ويقدر الكابتن محمد حسن البعداني يختار الطريقة المناسبة والتكتيك المناسب من أجل الانتصار على منتخب ماليزيا. الكابتن محمد حسن البعداني ابتدى خلاص يحضر اوراقه بشكل رسمي، سواء من اللاعبين او كمان من الطرق والاساليب اللي هتقدر تفيد المنتخب اليمني خلال مواجهات بطوله كاس اسيا للناشئين. الموضوع خلاص مش هيكون فيه اي هزار، عايزين نفرح ايوه، ولكن الفرحه الكبيره هي التاهل الى كاس العالم، هو الفوز ببطوله كاس اسيا للناشئين، وده كان اهم تعليمات الكابتن محمد حسن البعداني. النهارده المباراه كانت مباراه ممتازه رائعه من الجانب الفني والتكتيكي، كمان اللعيبه ظهروا بشكل جيد، اطمأن على اللاعب محمد جابر الهندي اللي لعب كبديل خلال الشوط الثاني امام فيتنام ونزل مكان عبد الله العاقل، كمان اطمأن على عادل عباس قاسم واللي سجل هدف عالمي عن طريق تسديده صاروخيه لا يتصدى لها ايا كان من الحراس، اطمأن على الحاله الفنيه لكل اللاعبين، اطمأن على دكه البدلاء، اطمأن على كل اللاعبين عشان يقدر يطمن الجمهور اليمني ان المنتخب اليمني قادر على تحقيق كل ما يطلبه الجمهور اليمني. وانتظروا ان شاء الله مفاجآت كبيره جدا لكابتن محمد حسن البعداني وللمنتخب اليمني مع انطلاق صفاره البدايه في بطوله كاس اسيا للناشئين. في النهايه بشكر اخواتي واصدقائي على المتابعه الجميله، عايزك بقى في التعليقات تختار انت افضل واهم تشكيله للمنتخب اليمني يقود بها الكابتن محمد حسن البعداني مواجهه ماليزيا القادمه، وتضمن بها الفوز على اقل تقدير بثلاثيه نظيفه على المنتخب الماليزي. في النهايه بشكر اخواتي واصدقائي مره ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.